اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. عاملين ايه يا اخواتي؟ النهارده المحاضرة السادسة من كورس بايثون. النهارده هناخد ايه؟ هناخد الاف والالس، بس هنزود عليها حاجة كمان اسمها الالف. طيب احنا اخدنا الاف عادي، جميل، ان انا بعمل الشرط بتاعي if، ومثلا هنا الكونديشن، جميل. طيب لو الكونديشن ده اتحقق، فانا عايزك تعمل ايه؟ تعمل اللي تحت هنا، جميل. طيب else انا عايزك تعمل اللي هنا، يعني لو الكونديشن ده اتحقق عايزك تعمل اللي تحت، الكود بلوك اللي تحت. طيب else انا عايزك تعمل اللي محطوط تحت الelse. حد عنده مشكلة؟ طيب عندنا ايه النهاردة او ايه الجديد؟ ان انا عندي حاجة اسمها elif. elif دي اختصار ل else if، جميل، بس هنا في بايثون بنختصرها ل elif. طيب elif دي بتاخد مني ايه؟ بتاخد مني condition كمان. فلو هنقول هنا ده condition 1 فده condition 2. حلو. طيب ايه اللي بقى اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل إن بيجي يقرا الكود فيخش يلاقي اف فيقرا الشرط الأول. طيب قرأ الشرط الأول اتحقق، لقى إن هو true اتحقق، فهينفذ اللي مكتوب تحت الاف الأولانية ومش هيخش على الالف ولا الإلس. طيب لأن هو false ما اتحققش، إيه اللي هيعمله؟ مش هينط على else، هيروح على elif، فيخش على elif هيلاقي فيها شرط كمان، هيبص عليها لو لقاه اتحقق فهينفذ الأوامر اللي تحت elif. طب لو ما اتحققش هيروح للelse. طبعا أنا أقدر إن يكون عندي أكتر من elif، ممكن عادي يكون عندي مليون elif لو ده منطقي والكود عايز ده. تعالوا ناخد مثال عملي عشان نشوف الموضوع. مثلا دلوقتي أنا هاخد من اليوزر الايدج بتاعه، وهعمل if واشوف الايدج لو أقل من 13 فهقول له you are a child، انت طفل. طيب لو اقل من 20، جميل، فهقول له you are a teenager، ان انت مراهق. طيب else ان هو بقى خلاص هو اكبر من 20 فاقول له you are an adult، ان انت شخص بالغ. طيب تعالوا ناخد الage وهنحولها لint، وهاخد input عشان اخد من المستخدم الage واقول له enter your age، جميل، وهعمل الاف بتاعتي if الage، جميل، اصغر من 13 هقول له هنا print you are a child. طيب دلوقتي انا عندي شرط تاني اللي هو لو السن بتاعه اصغر من 20، فهنعمل ايه؟ فهنعمل ال elif. طب ال elif شبه الاف بالظبط، بكتب الالف وبكتب الشرط اللي انا عايزه. الف الايج اقل من 20 ساش الكولون ونفس الاندنتيشن، بعمل له print وهقول له هنا you are a teenager. طيب كويس جدا. اخر حاجة ان انا عندي ال else، وهاجي هنا هعمل print وهقول له you are an adult، ان انت شخص بالغ. طيب تعالوا واحدة واحدة كده نشوف الكود هيعمل ايه. اول حاجة هيسأله على ال age بتاعه، هيقول له enter your age وهيحوله لint. بعد كده هيخش هيلاقي ان في if و elif و else. طيب الكمبيوتر واحدة واحدة بيقرأ بالترتيب، فيخش يلاقي هنا if ايه؟ الايج اقل من 13. هل الايج اقل من 13؟ جميل. فلو لقى ان هو فعلا الايج هنا اقل من 13 فيقول له you are a child، انت طفل. طيب لقى ان ده ما اتحققش وان هو اكبر من 13، مش هيروح للإلس، هيشوف الشرط اللي تحتيه في الف، يبقى في شرط، يبقى هيبص برضه عليه وهيتحقق منه. دخل على الالف فلقى هنا الايج لو اقل من 20، جميل، فلقاها ان هو تحقق، عمل validation، تحقق منها ولقى ان هي true، ان هو فعلا الايج اقل من 20، فهيقول لي you are a teenager، ان انت مراهق. طيب ولا ده اتحقق ولا ده اتحقق، ولا الاف ولا الالف، هيخش دايما، هيخش على طول على الelse وهيقول لي you are an adult. جميل. تعالوا نجرب. فهو دلوقتي لو قلت له 12 فده الايج اقل من 13 فيقول لي you are a child.
طيب تعالوا نشغل تاني. تعالى نعمل تاني شرط، لو لقاه أقل من 20. لو عملت له مثلا 14 فهيقول لي you are a teenager. جميل جميل. تعالوا نعمل تاني واحدة. احنا عندنا هنا آخر حاجة 20، فهقول له مثلا هنا 25، هيقول لي you are an adult. جميل. أتمنى تكون ال F وال LF وال L سوا، مفهمش أي مشكلة. طيب تعالوا نعمل مشروع كمان وهيكون عن ال temperature. هاخد من المستخدم ال temperature وهحوله ل int. صح إن أنا أحوله ل float. وهاخد منه ال input. جميل. وهقول له enter the temperature. طيب أول ما آخد ال temperature عايز إن أنا أعمل validation، تحقق. أول حاجة ال F، إن ال temperature ده لو أقل من 30. جميل. هقول له ايه؟ هقول له it's hot. جميل. انا اسف، التمبريتشر لو اكبر من 30 هقول له it's hot. طيب الف، واحط الشرط بتاعي ان التمبريتشر ده هيكون اكبر من 20. جميل. فهقول له هنا print واقول له it's warm، المكان دافئ. طيب else بقى، لو ده ما اتحققش ولا ده اتحقق، هقول له مثلا it's cold، ان هو ولا hot ولا warm، فاكيد ان هو هيكون cold. طيب تعالوا نشوف اللي هيحصل دلوقتي. انا هاخد منه temperature. جميل. الرقم، فهيلاقي هنا هيلاقي if temperature ده اكبر من 30 فمعناها ان الجو حر، it's hot. طيب لان هو اقل من 30، يعني هو وهنا حطيت له شرط التمبريتشر يكون اكبر من 20، يعني كده دي معناها ان هو بين ال20 وال30 هيكون it's warm. حلو. طيب فوق ال30 فهيكون it's hot. حلو. دخل على الالف لقى ان التمبريتشر اكبر من 20. جميل. بس ما يعديش ال30. صح، لان انا هو لو هيعدي ال30 فهو انا عندي هنا هيخش اصلا في اول شرط ويقول لي اتس هوت لو عدى ال30. جميل. فهنا لو جه لقى التمبريتشر اكبر من 20 فهيقول لي اتس warm. طب لو لقى ان هو اقل من 20 فهيقول لي اتس cold. تعالوا نشغل ونشوف. تعالوا نخليها 35 فهيقول لي اتس hot. تعالوا نشغل تاني ويقول له مثلا 25 هيقول لي اتس warm. تعالوا نشغل تاني وهقول له مثلا درجة الحرارة 10 هيقول لي cold. فبكل بساطة الألف بنستخدمها لكتابة شرط كمان. الإف بكتبها لكتابة أول شرط. طيب الشرط ده ما اتحققش وأنا عايز أحط شرط كمان، فبكتب ألف، بحط الشرط، وبعد كده بعمل الكود بلوك اللي هيتنفذ. طب أنا عندي شرط تالت هيعمل ألف وأكتب الشرط التالت بنفس الطريقة. عندي شرط رابع هكتب ألف وأحط الشرط بتاعي. بعد كده اقفلها بالإيلس. على فكرة معلومة، انا مش شرط ان انا لازم اكتب الاف والإلس كاملين، او ان انا اكتب اف والف والإلس. انا ممكن بكل بساطة ان انا عايز اتحقق من شرط واحد ان هو يكون اف، لو الحاجة دي حصلت عايزك تعمل لي كذا. طب لو ما حصلتش انا مش عايزك تعمل لي حاجة. فتعالوا مثلا نجرب هنا. فانا بقول له دلوقتي if التمبريتشر ده اكبر من 30 عايزك تقول لي اتس هوت. انا بسأل سؤال واحد، هو لو اكبر من 30 اقول له اتس هوت وبس. فانا دلوقتي هحط له 40 فهيقول لي اتس هوت. طب تعالوا نشغل تاني وهقول له ان هو 20. مش هيعمل اي حاجه وخرج من البرنامج لان انا ما حطيتلوش الشرط ده وانا مش محتاجه. عشان زي ما قلنا ان انا اقدر ان انا اقول لو الحاجه دي حصلت انا عايز اعمل كذا. طب لو ما حصلتش انا عندي حالتين، اقدر اقول اعمل لي حاجه تانية او ان انا اقول له ما تعملش اصلا. كده حلينا الهوم ورك. كده اخدنا اللور والابر والكابيتالايز، واخدنا الاف فورمات بتاعه البرنت، واخدنا الاف والالف والالس، وعملنا بيهم مشروعين لحد دلوقتي. طيب هنعمل كمان برنامج هياخد من المستخدم السكور. جميل. او الديجريز، الدرجات بتاعته. خلينا مثلا نقول السكور، وهنعمل اف والف. هنعمل اف السكور ده اكبر او يساوي 90 فهقول له ان انت الجريد بتاعتك ايه، الدرجة بتاعتك ايه. طيب الف السكور ده اكبر من او يساوي 80 فيقول لي الجريد بتاعتك بي. هقول له طيب لو السكور اكبر من 70 فهقول له الجريد بتاعتك سي. طيب else بقى ان هو خلاص هو اقل بقى من ال70 فهو كده F ان هو failed. طيب تعالوا نعمله سوا. هنعمل المتغير هنا هنسميه score مثلا، وهياخد منه السكور بتاعه عبارة عن
integer وهقول له هنا enter your score. طيب وهاجي تحت هنا هعمل الاف، بعد كده اف ايه السكور دوت اكبر من او يساوي ال90. عايزك تطبع له ايه؟ عايزك تطبع له ان هو الجريد بتاعته جميل ايه. حلو. طيب واطلع بره الاندنتيشن عشان اكون على نفس المحاذاة بتاعة الاف، واعمل الشرط التاني واكتب الالف في الالف ايه السكور بتاعي لو اكبر من او يساوي 80، فاعمل الاندنتيشن واقول له هنا print الجريد بتاعتك، الدرجة بتاعتك هتكون بي. حلو. تعالوا ناخد بقى الالف دي ناخدها كوبي عشان ما نكررهاش تاني، وننزل تحت ونعمل لها بيست، وهقول له هنا 70، وهقول له هنا لو هو أكبر من ال70 فأنا عايزك تخليه الجريد بتاعته C. طيب آخر حاجة وهي else، إن هو هيكون failed، إن هو فشل، فأقول له الجريد بتاعتك F. طيب تعالوا نشغل ونشوف السكور بتاعي لو هو أكبر أو يساوي 90. طيب أقول له إن أنا مقفل، أنا 100 من 100، هيقول لي جريد A. طيب دلوقتي رحت قلت له ان انا 85 مثلا، فهيقول لي جريد بي. جميل. طيب لو انا شغلت تاني ورحت قايل له ان انا 70، فهيقول لي جريد سي. لو انا شغلت ورحت قلت له مثلا ان انا 49، فهيقول لي اف، ان انا سقطت. طيب ممكن كمان اعدل على البرنت دي واخليه ان هو يكتب لي السكور بتاعي. مثلا اقول له هنا تعالوا نعمل اول حاجة عشان نعمل الفورمات، هنعمل فيهم كلهم الاف. جميل. طيب وهاجي هنا وهقول له مثلا، هقول له your score، هكتب له your score الكلمة واحط الكولون. السكور بتاعه كام؟ السكور اللي هو اللي كاتبه، فهعمل الكيرلي براكتس وهكتب كلمة score. بعد كده هعمل هنا كوما على اساس نفصل الاتنين عن بعض، فاقول له هنا your score، وهنا هيكتب له السكور اللي هو كاتبه وهيقول له الدرجة بتاعته. تعالوا نعمل دي فيهم كلهم، ناخدها كوبي، نيجي هنا بيست. جميل. هنا ايه بقى اللي انا غيرته؟ ان انا دلوقتي عملت الاف فورمات. جميل. لو هو اكبر او يساوي 90 هيقول له يور سكور، وهيدخل له فعلا السكور اللي هو مدخله او الديجري بتاعته، وهيقول له انت جريد A ولا B ولا C ولا F. تعالوا نجربها بشكل سريع. هقول له مثلا ان انا جايب 99، فهيقول لي يور سكور 99 جريد A. هنشغل تاني، رحت كتبت له مثلا هنا 77، فهيقول لي ان انت يور سكور 77 والجريد سي. طيب نشغل اخر مره واقول له مثلا ان انا جايب 12، فيقول لي يور سكور 12 والجريد فيلد. كويس جدا. طيب انا عايزك تعمل حاجه صغيره جدا، هتكون عباره ان انت هتاخد نمبر من من المستخدم، وهتعمل تشيك، هتعمل فاليديشن. لو الرقم ده اكبر من صفر هتقول له ان الرقم ده بوزيتيف، الرقم ده ايجابي. طيب الف عايزين نحط شرط كمان، لو الرقم ده اصغر من صفر فهتقول له ان الرقم ده نيجاتيف، ان الرقم ده سالب. else ان الرقم ده اكيد هيكون زيرو، مادام هو ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف فاكيد هيكون زيرو، فدي اللي هتكون الelse. طيب اسيبك تحلها وترجع تاني. طيب تعالوا نحلها سوا. انا اول حاجه هاخد منه النمبر. جميل. هاخده هنا int، هعمل الانبوت بتاعي جوه الint، واقول له هنا enter a num. جميل. وهعمل هنا الفاليديشن بتاعي او الاف، هقول له لو النمبر ده اكبر من الصفر، لو هو اكبر من الصفر فانا عايزك تعمل لي print وتقول لي ان the number جميل is positive. حلو. طيب اطلع بره واعمل له الالف، احط الشرط بتاعي لو النمبر ده ماله اصغر من صفر فاكيد ان هو هيكون نيجاتيف. اقول له the number is، وهكتب له نيجاتيف. يبقى هو ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف فهيكون اكيد زيرو، فهعمل هنا else وهعمل له print وهقول له the number is zero. طيب كويس جدا.
تعالوا نخليهم على نفس المحاذاة. تعالوا نشغل. فهيقول لي enter a number، فأقول له مثلا إن هو 50، فيقول لي the number is positive. طيب أشغل تاني وأقول له إن هو -8، فيقول لي negative. لو شغلت تاني وحطيت له مثلا 0، فيقول لي the number is 0. حلو؟ حلو. أتمنى يكون معندكش مشكلة فيها. طيب تعالوا نعمل حاجة من الحياة اليومية تقريبا بتعدي علينا في المول أو كده. إن أنت لو البيرشيز بتاعتك أو المشتريات بتاعتك كانت أكتر من مثلا 1000 جنيه، فبيدوك مثلا 20% ديسكاونت. لو هي أكبر من 500، جميل، فبيدوك 10% مثلا إيه ديسكاونت. لو أنت أقل من 500، اللي هي هتكون في الحالة بتاعتنا else، لو أنت ولا أكبر من 1000 ولا ما بين 500 وال1000، فأنت أكيد هتكون أقل من 500، فهيقول لي no discount. طيب تعالوا نعمل متغير هنسميه total purchase. total purchase يعني المجموع المشتريات بتاعتي، وطبعا ده ممكن تكون فلوس، فهخليها float وافتح الأقواس وأعمل الانبوت وهقول له هنا enter total purchase. جميل. طيب بعد كده هاجي هعمل هنا validation بتاعي، هقول له if التوتال purchase ده أكبر من 1000 جنيه. طيب هعمل إيه؟ هقول له إن أنت مثلا you get a 10% discount، إن هو أخد خصم مثلا 20%. طيب عندنا الألف، بحط الشرط لو التوتال purchase ده أكبر مثلا من 500، فهعمل له هنا print. جميل. وهقول له مثلا you get a 10% discount. طيب هو ولا أكبر ولا البيرشيز بتاعته، المشتريات بتاعته، ولا معدية 1000 ولا ما بين 1000 وال500، فساعتها هقول له هنا print no discount بكل بساطة. طيب تعالوا نشغل. هيقول لي المشتريات بتاعتك كام؟ هقول له 1500، فيقول لي إن أنا get a 20% discount. طيب نشغل تاني وأقول له إن أنا شاري ب700 مثلا، ب700، فهيقول لي إن أنا خدت ديسكاونت 10%. طيب تعالوا أقول له مثلا إن أنا اشتريت ب440 مثلا، فهيقول لي إن هو ديسكاونت، لأن أنا ما عديتش ال500 عشان آخد ديسكاونت 10%، ولا إن أنا عديت ال1000 عشان آخد الديسكاونت ال20%. دي حلاوة الإف والإلس، إن أنت بتخليك تحط شروط وإن أنت تتلاعب بالكود بتاعك زي ما أنت عايز. طيب عندك هوم وورك على الإف والإلف والإلس صغير جدا وبسيط جدا، إن أنت هتعمل متغير اسمه باسورد. جميل. وهتاخده من اليوزر الباسورد ده. بعد كده هتعمل فاليديشن، هتعمل تحقق اف الطول بتاع الباسورد ده، واتعلمنا ازاي نجيب الطول او نجيب عدد الاحرف او الحاجة اللي جوه المتغير. if الطول بتاع الباسورد ده أقل من 5، فهقول له your password is weak، إن الباسورد بتاعك ضعيف. طيب elif لو الباسورد بتاعه ما بين 5 و8، جميل، فهقول له إن هو medium. طيب else بقى، else دي اللي هي هتكون إن هو هيكون أكبر من 8، فهقول له مثلا your password is strong. جميل. طيب ده الهوم ورك الأول بتاعك عشان تحل. طيب هنكمل النستد اف. ايه هي النستد اف؟ النستد اف هي عبارة عن اف inside اف، اف جوه اف. طيب هل انا اقدر اعمل ده؟ ايوه، اقدر ان انا احط شرط جوه شرط جوه شرط. طيب مفهوم النستد مش هيتوقف بس عند الاف، لا احنا عندنا كمان لما نخش على اللوب عندنا حاجة اسمها نستد لوب، وعندنا حاجة كمان شبه النستد ليست. طيب هنخلينا دلوقتي في النستد اف وتعالى نفهم. طيب النستد اف عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بدي دلوقتي شرط معين. طيب الشرط ده لو اتحقق، عايزك تخش جوه تتشيك على شرط كمان عشان اقدر اشوف انا هعمل ايه. طب لو الشرط الاولاني اصلا ما اتحققش، يبقى انا مش عايزك تخش على الشرط اللي جوه. فانت يعني مثلا لو عندي if، جميل، وelse. طيب الشرط اللي هو if لو ما اتحققش، فانت هتروح على طول على الelse. طب الشرط اللي هو الاف الاولاني لو اتحقق،
فانا حاطط جوه الاف اف. فلو اتحقق الشرط الاول فانا عايزك تخش تتشيك على الشرط التاني. طب الشرط التاني اللي هو جوه الاف الاولانيه لو اتحقق يبقى اعمل اللي تحت. طب لو ما اتحققش يبقى خلاص شوف الالس بتاعته فين. طيب سيبنا من النظري وتعالى نشوف حاجه عملي نعملها. لو انا مثلا هاخد من المستخدم هاخد منه اليوزر نيم والباسورد بتوعه. تمام، فتعالوا نعمل متغير هنسميه اليوزر. هنسميه هنا اليوزر نيم. جميل. وهقول له هنا الانبوت وهقول له enter your username. طيب بعد كده عايز اخد منه الباسورد فانا هاخده input وهقول له enter your password. تعالوا بقى نعمل الفاليديشن بتاعي او التحقق بتاعي. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز دلوقتي اعمل تشيك على اليوزر نيم. لو بيساوي قيمة معينة، مثلا هخليها لو بيساوي اليوزر نيم اللي هو دخله بيساوي عندي كلمة ادمن. جميل. فانا هخليه يتشيك كمان بعديها على الباسورد. لو طلع مثلا الباسورد 1 2 3 4 فانا هقول له ايه login successful. حلو. طيب لو جينا في اول شرط هنا جاي بشوف اليوزر نيم بيساوي ايه، فطلع ان هو كلمة غير الادمن. فانا مش هخش على الشرط بتاع الباسورد وهروح اقول له else اليوزر نيم not found. طيب تعالوا نعمل دوت بالكود. طيب انا دلوقتي هعمل اول حاجه الاف ايه. اليوزر نيم ده قلنا كلمه يساوي مش معناها يساوي واحده. لا، كلمه يساوي في بايثون معناها equal. طيب اليوزر نيم يساوي ايه؟ هقول له مثلا كلمه admin. طيب واعمل الكولون. طيب احنا كنا لسه واخدين ان احنا ممكن نتلاعب بالنصوص. دلوقتي انا كاتب هنا الكلمة lower case، الكلمة كلها كاتبها هنا lower case. طب هنا لو في اليوزر نيم هنا دخل كلمة admin فعلا بس دخلها كلها كابيتال. حلو. فمش هيجيله ان هي equal admin لانه هنا هيتشيك كل حاجة بالظبط. الكلمة كلها سمول فهو لازم يكون هنا كاتب كلها سمول. طب هو لو هو كاتب ان كلها كابيتال او كاتب كلمة سمول وكلمة كابيتال فبرضه هيطلع له ان دي مش غلط مع انه فعلا كاتب كلمة admin. طيب يبقى احنا نعمل ايه؟ يبقى انا هاجي هنا عند اليوزر نيم وهكتب دوت بعديها اللور وما انساش البراكت. طيب كده لما يجي تشيك هنا اي حاجه هيكتبها هنا حتى لو كتب كلمه ادمن كلها upper case كلها capital فاللور كيس فانكشن هتعمل ايه؟ هتخلي كل الكلمه small. حلو. طيب هو دلوقتي لو اليوزر نيم equal admin انا عايزه يعمل ايه؟ انا عايزه يتشيك جوه الاف على اف تانية. عايزه يتشيك على الباسورد. طيب ماله الباسورد equal لو هو بيساوي 1 2 3 4 مثلا. طيب اعمل ايه؟ عايزك كده تعمل له print وتقول له login success او successful. طب افرض دلوقتي هنطلع من ده كده كود بلوك. حلو. الاف دي جوه الاف الاولانيه لو الشرط ده اتحقق هو هيخش هنا يعمل فاليديشن او تحقق على الباسورد. طيب هو اصلا هنا لو الاف دي طلعت فولس او ما اتحققش هو مش هيخش اصلا على الاف دي. تعالوا نكمل الاف دي الاف التانية نعمل الelse بتاعتها. طيب هاجي يكون على نفس المحاذاة بتاعتها. جميل. وطب هو دلوقتي لو دخل الباسورد غلط فانا هاجي هنا هعمل له مثلا input وهقول له incorrect password. جميل. طيب دلوقتي الاف هنا لو دخل لقى ان اليوزر نيم equal admin فهيخش هنا على الاف التانية ويتشيك على الباسورد. هو فعلا يساوي 1 2 3 4. لو فهقول له اطبع له login successful. طيب else لو الباسورد بس طلع غلط بس اليوزر نيم هو فعلا ادمن بس الباسورد الغلط فهقول له هنا print incorrect password. طيب لو بقى اليوزر نيم مش بيساوي الادمن فانا محتاج الاف الاولانيه خالص دي يكون ليها else. حلو. هعمل له هنا print وهقول له اصلا من البدايه user name not found. جميل. طيب واحده واحده وما تتوهش. دلوقتي انا عندي هنا دي النستد اف ان انا دلوقتي عندي شرط. حلو. بسأله لو اليوزر نيم اللي هو دخله بيساوي كلمة admin وعاملين هنا دوت لور عشان لو دخلها كلها upper case فتكون عندي هنا مفيش أي مشكلة.
لو اليوزر نيم اللي دخله equal admin، انا عايزك تخش تشيك على الباسورد، هل الباسورد اللي هو دخله 1 2 3 4؟ لو فاطبع لي login is successful. طيب else بقى، else دي بتاعت لو الباسورد ما طلعش 1 2 3 4، فانا عايزك تعمل لي print تقول له incorrect password، ان الباسورد ده غلط غير صحيح. طيب اصلا لو اليوزر نيم لا يساوي الادمن من الاول خالص، فهو مش هيخش على الاف دي كلها، وهيجي هنا عند الelse ويقول له user name not found. طيب تعالوا كده نعمل run ونشوف. قال لي هنا enter your user name. طيب هقول له مثلا كلمة admin بس كلها ايه، كلها عبارة عن تكون upper، تكون capital. لو دوست enter فهيقول لي enter your password. ده معناه ايه؟ معناه ان هو حول دي لسمول، ولقى فعلا ان اليوزر نيم equal admin. طيب تعالوا ندخله دلوقتي، هقول له 0 1 2، فهيقول لي incorrect password عشان الباسورد المفروض 1 2 3 4. طيب تعالوا نشغل تاني. قال لي اليوزر نيم، هقول له خلاص admin. جميل. هيقول لي الباسورد، اقول له 1 2 3 4. هيقول لي login successful. طيب تعالوا نجرب ان انا اقول له، ما اقولوش اصلا ان الاسم ادمن. هقول له مثلا هنا يوسف، هيسألني بعديها عن الباسورد بعد كده. جميل، هيسألني عن الباسورد، هقول له مثلا اي حاجة مش هتفرق كده كده، عشان هو يقول لي يوزر نيم نوت فاوند، عشان هنا من الاول ما كانش ادمن. انت دايما لما تيجي تعمل لوجن بتكتب الاسم وتكتب الباسورد، بعد كده هو بيعمل الفاليديشن بتاعه، فده نفس الشيء. ممكن نزود هنا اقول له اليوزر نيم اور باسورد نوت فاوند. جميل، دي فكرة النستد اف. تعالوا ناخد كمان مثال، اخر مثال معانا في النستد اف، وهناخد الهوم ورك واقول لك بعد كده تعمل ايه. طيب هنمسح كل ده. ايه اللي انا عايز اعمله؟ ان انا عايز اشوف ان اليوزر ده is Egyptian، هل هو مصري ولا لا. فانا دلوقتي هعمل متغير اسمه is Egyptian. جميل. طيب هعمل الانبوت بتاعي عشان اساله السؤال، وهقول له are you Egyptian. جميل، وهحط له هنا مثلا الاقواس، وهقول له يا تجاوب بيس او تجاوب بنو. حلو. طيب ده اول سؤال عندي، ده كده السؤال اللي هيطلع له، هل انت مصري؟ يس او نو. طيب تاني حاجة، انا دلوقتي عايز اعمل الفاليديشن بتاع التحقق. طيب محتاجين هنا بس الاول ان احنا نعمل دي دوت لور. طب ليه نعملها دوت لور؟ هقول لك دلوقتي. تعال نكمل الاف، واقول له if ال is Egyptian equal ايه، اليس. لو هو فعلا مصري، انا عايزك تاخد منه العمر وتعمل validation كمان. طيب انا مدخل هنا اليس اللي هو هيطابق بيها الاز ايجيبشن، الاجابه بتاعته انا عاملها ان هي كلها لور، يبقى انا لازم هنا احفظ ان الاجابه كلها او اللي هيقوله المستخدم لور، لانه هنا ممكن يدخلها لي يس كده. فلما يجي يعمل الاف يقول لك از ايجيبشن ايكوال يس، بس هنا دي كابيتال وهنا سمول، فانا محتاج ان انا اخلي الاتنين يكونوا زي بعض. يا اخلي دي دلوقتي lower فيكون كده ما عنديش مشكلة، يا اخلي دي كلها upper case yes واخلي دي هنا كلها upper، اللي يريحك اعمله. تمام، اهم حاجة اللي عايزه يتحقق منه هنا يكون نفس الحاجة هنا. طيب هنسيبها زي ما هي كابيتال ونكمل. طيب هو دلوقتي لو قال لي ان هو فعلا مصري، قال لي yes. طيب عايز دلوقتي اخد منه input كمان، وهقول له انت فوق ال 18 او فوق ال 18 ولا لا. طب هعمل متغير مثلا هسميه is 18، وهقول له دلوقتي input، وهقول له هنا are you 18 or above 18. انا بسأله انت 18 سنة او اكتر، فاجي اقول له هنا yes او no. انا دلوقتي بحدد له الاجابة اللي هو المفروض يجاوبها. طيب واعمل دي دوت ابر، بما اننا عملنا اللي فوق ابر فنعملها ابر. جميل. طيب ايه الفاليديشن بتاعي؟ انا هقول له اف الاز 18 دي ايكوال يس. فانا سوري، نعملها كلها كابيتال عشان احنا عاملين البتاع هنا دوت ابر. طيب لو هو الاجابه اللي جاوبها لي يس،
فأنا عايز أقول له هنا print مثلا you can take الاي دي اللي هي البطاقة يعني. طيب لو هو مش 18 وهو قال لي نو، فأنا دلوقتي عايز أعمل الإلس بتاعت الإف اللي جوه إف. طيب الإلس بتاعتها إيه؟ هتكون البرنت وهقول له you are under age. جميل، هقول له you are under age. ممكن أحط له مثلا هنا بين قوسين ال under age اللي هو أنت تحت 18 يعني. طيب أرجع بقى للإف بتاعتي الأساسية. جميل، وعايز اقول له هنا الإلس. حلو. طيب لو هو اصلا من البداية خالص قال لي ان هو مش Egyptian، ان هو قال لي هنا no او قال لي اي حاجة تانية غير اليس، فانا مش عايزه يخش اصلا يسأله عن العمر بتاعه، وهيقول له ان مثلا sorry the Egyptian ID only for Egyptians. جميل. هو منطقي ان البطاقة المصرية للمصريين فقط. طيب دلوقتي لو واخد بالك هنا ال F واصل من تحت هنا في الخط نفس المحاذاة لل else، دول كلهم كده على بعض، دول سوري دول كلهم كود بلوك. حلو. طيب ال F هنا هيجي يخش يشوف ال is Egyptian، هو جاوب قال لي yes، فهيخش يسأله عن السن، هل هو 18 أو فوق ال 18. لو قال له yes فهيقول له هنا إيه؟ you can take ID، أنت تقدر إن أنت تطلع بطاقة. طيب else فهيقول له you are under age. طيب لو جه هنا اصلا في الاف وقال له انت مصري بيسأله، فهو اصلا مثلا قال له نو او جاوب اي اجابة تاني غير اليس، فساعتها هنقول له هنا مش هنخش على كل ده، مش هيسأله اصلا على عمره لانه مش مصري، فهيقول له sorry the Egyptian ID only for Egyptians، البطاقة المصرية للمصريين فقط. طيب احنا عندنا هنا use case. ايه اليوز كيس؟ اللي هو ممكن اخطاء تحصل، لازم تتعود على اليوز كيس دي. طيب انا اقدر هنا ان انا بقول له دلوقتي ال is Egyptian. جميل equal yes. حلو. طيب دلوقتي هو لو جيت شغلت فهو is Egyptian، فانا قلت له هنا no، فهيقول لي sorry. طيب لو جيت شغلت هنا مثلا ورحت قلت له اي حاجة، هيقول لي sorry، انا اصلا ما قلتلوش no، فانا كده عندي شبه خطأ في البرنامج بتاعي. طب انا محتاج ايه؟ انا محتاج ان انا ازود هنا بعد الاف الف، واخليها لو الاز ايجيبشن ايكوال نو، فانت ساعتها انا عايزك تقول لي البرنت ده. طيب else يعني هو ولا دخل يس ولا دخل نو، يعني دخل اي حاجه، فمثلا هقول له invalid value، يعني انت دخلت اي قيمه وخلاص، القيمه خاطئه. طيب هناخد دي كده كلها cut عشان هنحتاجها، الكنترول اكس. حلو، هننزل دي تحت، وعايزين نعمل هنا elif. طيب ايه الشرط بتاعي؟ لو ال is Egyptian جميل equal no، ما انساش ان انا اخليها كلها upper عشان انا مخلي ال input كله دوت upper. جميل، انا عايزك تقول لي ايه؟ انا عايزك تقول لي sorry the Egyptian ID only for Egyptians. حلو. طيب في ال else هنا هقول له ايه؟ هعمل له مثلا print وهقول له invalid value. جميل. طيب تعالوا نشغل ونشوف اللي احنا عملناه. دلوقتي هو بيقول لي are you Egyptian، فانا هقول له مثلا هنا yes وكلها small، فهيقول لي are you 18 or above 18، فهقول له مثلا هنا yes، فهيقول لي you can take ID. طيب تعالوا نشغل مرة كمان، تعالوا نمسح الأول، شغل مرة كمان. لو جه قال لي ان انت مصري فهقول له yes، قال لي انت فوق ال 18 فهقول له no، هيقول لي you under age. طب تعالوا نمسح ونجرب مرة كمان. هيقول لي انت مصري فهقول له اصلا no، فهيقول لي sorry the Egyptian ID only for Egyptians. طيب تعالوا نشغل لاخر مرة، ويجي مثلا يقول لي انت مصري ولا لا، ومستني مني اجابة yes او no، فانا رحت قلت له مثلا هنا maybe، اللي هو معرفش والله، فهيقول لي invalid value، ان انا ما دخلتش ولا yes ولا no. فدي use case لازم ان انا اخد بالي منها، ان المستخدم ممكن اصلا ما يدخلش اللي في بالي ان هو يدخله. حلو. احنا بعد كده هنعمل اصلا validation تقريبا على كل input المستخدم هيدخله. انا ممكن مثلا اقول له دخل النيم بتاعك، فلاقيه بيدخل لي رقم، انا اصلا محتاج نيم. ممكن اقول له دخل number، فلاقيه بيكتب لي مثلا محمد،
فاحنا هنعمل بعد كده validation على كل حاجة بناخدها من اليوزر. احنا كده خلصنا النستد اف. انا كل اللي عايزه منك ان انت هتعمل تقريبا نفس المشروع ده، بس هتغير بدل ما هتكون الاي دي هتكون هتسأله هل هو مصري ولا لا. حلو. وما تنساش الدوت لور او الدوت ابر. بعد كده هتعمل validation. لو هو قال لك يس، اسأله عن عمره، هل هو 18 او فوق ال 18، واسأله يس أو نو. طيب لو هو قال لك إن هو يس 18 هتقول له you can vote، أنت تستطيع التصويت. طيب لو قال لك else هتقول له you are under age، يقول له you can't vote. طيب ال else بتاعت ال F الأولانية خالص إن هو بتسأله أصلا هو مصري ولا لأ، فهتقول له sorry the vote only for Egyptians. طيب ده اللي أنا محتاجه منك. محتاج تزود الحتة التانية اللي احنا لسه عاملينها دي، إن أنت تتحقق هو قال yes أو no، أو إن هو قال أي كلمة تاني غير yes أو no. تمام. طيب بعد ما تعمل المشروع ده أنا عايزك تعمل إيه؟ أنا عايزك إن أنت تسمع الفيديو تاني، أو على الأقل تشوف كل البروجيكتس اللي احنا عملناها وتعملها لوحدك وتعيد عليها، عشان الاف والإلس والالف مهمين جدا، والنستد اف مهمة جدا وهنستخدمها كتير قوي. طيب انا لحد هنا اكون خلصت المحاضرة بتاعتي. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.